رونالدو بياخد مرتب سنوي 200 مليون دولار، وحسب علمي انه ساب الدراسه بتاعته وهو عمره 13 سنه، يعني بمعاييرنا تقريبا واخد الابتدائيه. بس تعالى هنا، هل رونالدو بياخد اكبر مرتب سنوي ممكن ياخده حد فعلا؟ وهل لعيبه كره القدم هم اكتر ناس محظوظين فعلا؟ اسمح لي يا صديقي اقول لك، رونالدو بالمبلغ الخيالي ده يعتبر اوفيس بوي بالنسبه لمرتبات الناس اللي هقول لك عليهم دلوقتي. والاخير مفاجاه كبيره، وبيجي في المرتبه الخامسه هوك اي تان، وده الرئيس التنفيذي لشركه بروتكوم براتب سنوي 288 مليون دولار، وده معاه بكالوريوس وماجستير في الهندسه الميكانيكيه وماجستير في اداره الاعمال. وفي المرتبه الرابعه بيجي ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركه مايكروسوفت براتب سنوي 309 مليون دولار، وده معاه بكالوريوس هندسه كهربائيه وماجستير في علوم الحاسب الالي واداره الاعمال. المرتبه الثالثه عندك مارك بينوف، وده الرئيس التنفيذي لشركه سيلز فورس، وبياخد على قلبه 439 مليون دولار ومعاه بكالوريوس في البيزنس. اما في المرتبه الثانيه فبيجي الرئيس التنفيذي لشركه انفيديا جينيس هونج، وبياخد على قلبه 561 مليون دولار، وجينيس معاه بكالوريوس وماجستير في الهندسه الكهربائيه. وفي المرتبه الاولى اكيد عرف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركه ابل، وبياخد على قلبه 770 مليون دولار سنوي، ومع كوك بكالوريوس في الهندسه الصناعيه وماجستير في البيزنس. بعد ما عرفت المعلومات دي، هل لعيبه الكوره فعلا هم اكتر ناس محظوظين واكتر ناس بياخدوا فلوس؟ عرفت ان في ناس موظفين عاديين وطالعين من اسر عاديه وتعلموا كويس وقدروا بالدراسه والعلم يوصلوا لفلوس ومجد اكبر بكتير من لعيبه الكوره والمهرجين اللي انت مش شايف غيرهم. وعلى فكره في دكاتره ومهندسين وعلماء وغيرهم بياخدوا مبالغ خرافيه واكتر مما تتخيل، بس انت مش واخد بالك منهم. فلما ابوك وامك يقولوا لك ذاكر علشان تبقى حاجه كويسه، قول لهم حاضر واسمع كلامهم وقوم ذاكر دلوقتي.